السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير دايمًا كده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. إن شاء الله النهارده هنعمل وصفة حلوة أوي هتعجبكم. تابع الفيديو للأخير، ما ننساش نحط اللايك بتاعنا ونسمي الله كده ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونشوف بقى هنعمل القلاية بتاعتنا بتاعة الباذنجان، ولا لحمة ولا فراخ ولا أي بروتين حيواني خالص، تطلع معانا ما شاء الله سهلة ولذيذة ومغذية وهتعجب كل اللي حواليك. أول حاجة معايا كمية من البتنجان كده، أي كمية بقى، سواء عندك كيلو سواء عندك نص كيلو سواء عندك أكتر من كده. هنقشره، نجيبه البتنجان بتاعنا نجيبه صابح كده بيلمع واللون اللي هو الموف الغامق، وتبتدي ان انتي تقشري، كل ما تجيبيه صابح كل ما يبقى احسن. جبته كده وقشرته وبسيب فيه بعض خطوط كده زي ما حضرتك شايفة، علشان ايه؟ الفايدة بتاعته، وفي نفس الوقت بيمسك معايا البتنجانة ما بتتهريش معايا. واقطعهم مع بعض شرايح عريضة بقى كده، وارجع اقطعه صغير. المهم ان احنا هنعمله مع بعض مكعبات. تمام. وهقولك بقى طريقة دلوقتي ان البتنجان بتاعك ما يشربش زيت نهائي. هنعمل مع بعض قلاية البتنجان بطريقة ما شاء الله هتعجبك جدا، سواء بقى فطار سواء تعمليها في غدا، حلوة وموفر. واقولك ازاي ان انت تزوديها اي اضافات، هتطلع معاكي ما شاء الله زي الفل. اتمنى بقى لو اول مرة تشوفي القناة اشتركي في القناة لو القناة عجبتك، ولو الفيديو عجبكم ما تنسونيش من اللايك. قطعت بقى كله مكعبات زي ما حضرتك شايفة كده، مكعبات صغيرة. كل ما بتبقى المكعبات بتاعتك متوسطة وصغيرة كل ما بتبقى احسن. عملنا وصفات كتير في القناة، سواء حوادق سواء معجنات سواء مخبوزات، ان شاء الله كلها تنور رضاكم. شايفة طريقة التقطيع دي؟ ايا كان طريقة التقطيع، لا تقطعها على البلانشة او تقطعها على ايديك. معايا بولة بقى فيها شوية مية كده، قد رتل من المية. انا قطعت بتاع كيلو من البتنجان، حطيت عليها معلقة من الملح. مكتريش الملح لان البتنجان طبعا عامل زي الاسفنجي، بيشرب اي حاجة بيتحط فيه. معلقة واحدة من الملح، وحطيت رتل من المية، وابتدي انقع البتنجان بتاعي. هننقعه قد ايه يا نجلاء؟ هتنقعيه معايا كده بتاع، اقولك بتاع ساعة ساعة ونص، يعني ما يقلش عن كده. بحاول ان انا اهبط البتنجان كده في قلب المية، او احط عليه تقل كبير شوية كده واسيبه يتنقع. على بال ما اسيبه يتنقع بقى كده، هروح بقى احضر الخضار بتاعي. معايا بقى قد بتاع 4 طماطمات كده، قطعهم مكعبات بنفس الطريقة اللي انا قطعت بيها البتنجان. بتشيلي العلق بتاع الطماطم اللي قدام ده، وتبتدي ان انت تقطعي الطماطم. حلوة قوي اليومين دول، جميلة ملحمة كده وحمرة، اللي حابب بقى يقدر يخزن منها، حلوة جدا للخزين. قطعت بقى كده، اقطع بتاع 4 5 طماطمات كده، الحجم بتاعها متوسط. لو طماطم كبيرة تقدري تقطعي 3 بس. معاكي ايه خضار كمان يا نجلاء؟ هنروح بقى كده على البوتاجاز بتاعنا، ونحط معانا بقى كده حلة، او نحط معانا ووك او طاسة، اي حاجة موجودة عندك، ونحط فيها بتاع ربع كوباية كده من الزيت. زيت بس، مش هنحط يعني سمنة ولا زبدة ولا اي حاجة، زيت بس. حطيت بقى معلقة كده حلوة مليانة من الثوم المفروم. وركزي معايا بقى في الخطوات كده، هتاكلي بقى بسم الله ما شاء الله حاجة كده، يعني وهم حلوة جدا. ادي الثوم ابتدى ان هو يعمل شوية كده اهو، يغلي شوية كده معايا. طبعا الثوم بسرعة جدا بتبص تلاقيه اتحرق معاكي واصفر معاكي. رشة بقى صغيرة كده، ما تكونش كبيرة، علشان من الكزبرة، عشان الكزبرة بتمرر الاكل بتاعك. مكتريش في الكزبرة، نص معلقة صغيرة من الكزبرة، وخليهم الاتنين مع بعض كده. دايما لما تحطي توم يبقى اللي ورا التوم على طول الكزبرة، الاتنين بيبقوا مع بعض. معايا بقى كده قد معلقة كده مليانة من البصل. بس انا بحب اعملها بالبصل قوي يا جماعة، بتديها تسكيرة وبتديها طعم حلو قوي. لو انت مستغنية بقى عايزة تعمليها بالثوم بس، براحتك خالص. طب انت يا نجلاء تعملي ايه؟ احنا هنعمل المسقعة السريعة بتاعت المحلات. يبقى المسقعة او قلاية البتنجان، زي ما انت بتقولي بقى ايا اسم، هي دي المسقعة السريعة بتاعت المحلات. حطيت معلقة، مش مليانة، معلقة صغيرة كده من الخل، والخطوة دي اختياري. واسيب بقى كده تغلي غلوتين كده، عبال ما الخل يفور معايا ويطلع معايا ريحته تروح يعني. هنزل بقى كده بعد ما كده خلاص، انا مش عايزه التوم يلون ولا عايزه البصل يلون، يا دوب بس يطلع الروايح بتاعه.
وهنزل بالطماطم بتاعتي. ادي دول 3 طماطمات او 4 طماطمات زي ما حضراتكم شايفين. كتريش الطماطم علشان ما تبقاش حاضة معاكي. ومعايا بقى كده عصير من الطماطم اهو متسبك. انا حطيت كله بس رجعت في الاخر نقصت التقلية دي شوية، كانت كتيرة. الطماطم دي كانت كتيرة شوية على الكيلو البتنجان. هنحط بقى التوابل بتاعتنا، وعبارة عن ايه؟ شطة وفلفل وكمون، وحطيت رشة من السكر، وحطيت رشة صغيرة من الملح. وما تكتريش الملح لغاية ما تشوفيها يحتاج معاكي ملح قد ايه، لان طبعا البتنجان شارب معانا مية بملح. تمام كده. فانت ما تكتريش في الخلطة بتاعتك الملح بتاعك. حطيت كمان ايه؟ رشة من السكر اهو. واقلب المكونات دي كلها بتاعتي على بعضها، وبعد كده اغطيها. حطيت كمان رشة من الفلفل الاسود، وهروح بقى اغطيها واحطها على عين البوتاجاز الصغيرة واوطي عليها. احنا عايزينهم يتسبكوا كده كلهم مع بعض، هيدوني نتيجة حلوة جدا. حطيت الفلفل معايا اهوت، وابتدي ان انا انقلها على العين الصغيره واغطيها، واسيبها تاخد وتدي بقى مع بعضها لغايه ما تتسبك خالص معايا. شايفه بقى يعني ايه تتسبك بقى يا نجلاء؟ الطماطم دي تنهرى، وفي نفس الوقت تبص وتلاقي ايه؟ الماده الدهنيه بتاعتي طالعه على الوش. جبت بقى الحله اللي انا بقلي فيها. انا دايما مخليها حله كده بقلي فيها علشان بغطيها وما تطرطش وتبهدل الدنيا معايا على البوتاجاز. كمان في نفس الوقت بحط فوطه على البوتاجاز كده ببلها ميه عشان لو اي زيوت نزلت ولا حاجه. خدت بقى البتنجان صفيته من المية وحطيته في مصفى لغاية ما صفى كل المية اللي معايا. ودي اول طاسة من الزيت. طبعا انا بغطيها. شوفي مش شارب زيت، وانا هوريكم الزيت في الاخر نفس الكمية اللي هو فيها، ما شربش زيت خالص. يبقى الخطوة بتاعت المية بملح دي مش هتخلي البتنجان يشرب زيت معاكي خالص. طلعت اول طاسة اهي، ودي كمان تاني طاسة من البتنجان. طبعا النار ولا عالية قوي ولا واطية قوي، متوسطة. اهو شايفة بقى المية اللي نزلت دي بشوية بقى غير اللي انا كنت مصفيه كله. يعني حطيته في المصفى قد بتاع ربع ساعة كده، نزل اللي فيه كله. وعمره بقى ما يغمق معاكي، عمره ما يتأكسد ولا يغمق معاكي. هخلص بقى البتنجان كله، وعندي بقى بتاع 3 4 قرون فلفل بارد وحامي. هقوم جاية ايه؟ محمراهم في الاخر. ومش عايزاهم متحمرين قوي، عايزاهم يدوب يتبالوا حاجة بسيطة كده. طب انا مش عايزه اقلي في الزيت يا نجلاء، تقدري تحطي معلقتين من الزيت في طاسه فاضيه وتشوحي البتنجان بتاعك لغايه ما يستوى. لو انت مش حابه تقلي، بس طبعا الوصفه دي بتبقى حلوه قوي بالبتنجان المقلي معايا ومعروفه يعني. انا حطيت الفلفل، طبعا هطلعه لون فاتح، مش عايزاه محروق ولا لون غامق. يا دوب بس ياخد معايا ايه؟ تشميعه. شايفه البتنجان مش واخد زيت خالص كده، بسم الله ما شاء الله، وصغير معايا. طب انا حابه بقى ناكله مقلي كده، تقدري تحطي عليه الدقه بقى اللي احنا بنعملها، الهريسه بتاعت الشطه عليه، وتعصري عليه ليمون ومعلقه خل كده. وبألف هنا وشفا على قلبكم. طلعت الفلفل بقى اهو. اقدر كمان احط قرنين فلفل حامي، هيديني نتيجة حلوة جدا. خلصت بقى كده ورحت شفت التقلية بتاعتي، نقصتها شوية لانها ما شاء الله كانت كتير. وهرجع بقى كده انزل كل البتنجان بتاعي والفلفل واقلب. طب انا احب احط مكعبات بطاطس، تقدري برضو تديها تشميع وتعملها مكعبات صغيرة وتحطيه. حابة احط البرام بتاعي ده في الفرن، اقدر ان انا اخلصه واحط له بتاع نص كوباية من المية يغلي غلوة كده، واطجنه في طاجن وادخله الفرن. اقدر احط اعمل معاه بيض، تقدري تفقشي بيض عيون وتدخليه معاكي ياخد بس وش كده. اقدر احط عليه جبن، تقدري بقى تعملي اي حاجه. بس ادي قلايه البتنجان. وبالف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. يا رب النهارده الوصفه تكون خفيفه وتكون اقتصاديه في نفس الوقت وتكون عجبتكم. وبالف هنا وشفا على قلوبكم، جنب شويه عيش بقى كده، شويه فول ببيض، جبنه على طماطم، وحاجه كده ما شاء الله تنفع غدا وتنفع عشاء وتنفع فطار. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. دمتم بألف خير.